السيدات والسادة، لقد شهدت مباحثاتنا اليوم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والارتقاء بحجم التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها على سبيل المثال تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووكالة تطوير سد إنجا بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في هذا الشأن، فضلا عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجا وات في كينشاسا. كما ستواصل مصر تقديم الدعم الفني للكونغو الديمقراطية في عدة مجالات، ومنها على سبيل المثال برامج بناء وتنمية القدرات التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عدد من المجالات المتخصصة. السيدات والسادة، لقد أكدت لفخامة الرئيس كابيلا خلال مباحثاتنا دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في التحديات التي تواجهها من خلال عدة إجراءات، منها مشاركة قوات مصرية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية بهدف دعم جهود الأمم المتحدة المساندة للجيش الكونغولي في مواجهة الحركات المسلحة في منطقة شرق الكونغو، وذلك في إطار موقف مصر الثابت باحترام سيادة الكونغو الديمقراطية على كامل أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. كما أوضحت للرئيس كابيلا قناعتنا بأهمية قيام المجتمع الدولي بدعم جهود مواجهة تلك الجماعات ووضع آليات فعالة لوضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الكونغو الديمقراطية بما يحفظ حق الشعب الكونغولي الشقيق. أخي الرئيس كابيلا، لطالما حرصت مصر على التواصل مع أشقائها من الدول الأفريقية والتنسيق معهم في مختلف المجالات، وفي ظل سعي دولتينا وكافة دول القارة وتطلعهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار، فإنني أؤكد لكم سيادة الرئيس أن مصر ستظل على عهدها وستبذل أقصى ما في وسعها لتعزيز التعاون المشترك مع دولتكم الشقيقة ومختلف دول القارة، لنخطو معا على درب النجاح والتقدم، ولكي تحظى شعوب دولتينا وقارتنا الغالية بما تستحقه من حياة كريمة آمنة. السيدات والسادة، وإذ أجدد ترحيبي بأخي الرئيس كابيلا في بلده الثاني مصر، وأؤكد سعادتي الكبيرة بالالتقاء به وتطلعي لمزيد من التواصل معه مستقبلا بما يعزز من التعاون بين البلدين على كافة المستويات. واسمحوا لي الآن أن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس جوزيف كابيلا، فليتفضل.